السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في كل مكان، طلاب أولى ثانوي بكالوريا، ازيكم يا أبطال؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله ده اللقاء التاني لينا وتاني درس، وإن شاء الله النهاردة هنخلص الوحدة التانية ودرس حضارة فينيقيا. طبعا هنتكلم النهاردة عن حضارة فينيقيا الدرس بالكامل. اوعى تنسى يا صديقي إن إحنا عندنا الملازم كلها مجانا موجودة على بوك مارلي الموقع بتاعنا. موجودة يا جماعة كمان في سناتر في القاهرة والجيزة، موجوده في سناتر كتيره جدا، سان جوزيف في الزيتون، فروع سنتر هاني بير، فروع سنتر اوكسفورد كلها اللي في مدينه نصر. عندنا كمان سنتر الخليفه في مصر الجديده، موجوده اولاد كمان في ليرن الدقي، وموجوده في الفا الهرم، موجوده في ناسا المقطم وناسا المعادي. فالملازم كلها بتتوزع مجانا. وان شاء الله اخر رمضان باذن الله، كل سنه وحضراتكم طيبين، هنعمل سحب على 3 سبايك ذهب باذن الله. ربنا يكرمكم ان شاء الله ويكون من نصيبكم. طبعا احنا بعد ما بنخلص الشرح احنا عندنا الواجب وعندنا الامتحان، بنعمل امتحانات وفي واجبات وموجوده على المنصه، وكل ده مجانا من غير اي حاجه، من غير اي حاجه. تمام؟ نتوكل على الله وناخد الدرس الثاني عشان ما اطولش عليك يا صديقي. حضاره فينيقيا. اول حاجه لما نيجي نتكلم عن حضاره فينيقيا، فانت خلصنا المره اللي فاتت حضاره بلاد العراق. تعالى بقى نتكلم عن دولة فينيقيا أو الحضارة بتاعت فينيقيا. في الأول خالص تعالى نشوف إيه هي الحضارة الفينيقية دي، وهي عبارة عن إيه، وبنتكلم عليها ليه. خلي بالك إن في حضارات كتيرة جدا جدا إحنا بنتكلم عليها، لأن الحضارة هي حاجة نتاج مادي، نتاج معنوي، فإحنا عايزين نشوف الناس وصلوا ليه. طيب، أول حاجة الحضارة الفينيقية دي قامت في بلاد الشام. خلي بالك إن هي كانت موجودة في بلاد الشام. مستر، هو مين بلاد الشام دي؟ عشان انا بسمع عنها كتير. بص يا صاحبي، بلاد الشام دي اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين. سوريا ولبنان وفلسطين بنسميهم بلاد الشام. اولا بلاد الشام دي عندها ميزه جامده جدا. ايه هي الميزه؟ بتتميز بلاد الشام بحاجه حلوه جدا. ايه هي؟ تتميز بالموقع الجغرافي المتميز. على فكره هي كده شبه حضاره مصر وشبه الحضاره بتاعت بلاد العراق، لان حضاره بلاد العراق كان عندها موقع جغرافي متميز، وحضاره مصر كان موقعها الجغرافي متميز. يبقى بلاد الشام تتميز بموقع جغرافي متميز. حلو جدا. علشان كده قامت في بلاد الشام حضارات كتيره جدا. يعني يا مصر عشان موقعها كويس قامت فيها العديد من الحضارات اهو. يبقى بلاد الشام تتميز بموقع متميز قامت بها عدة حضارات. في حضارات كتيرة جدا جدا قامت في بلاد الشام. زي مثلا يا مستر مين؟ في عندنا 3 حضارات مشهورين جدا جدا. أول حضارة عندنا هي الحضارة العمورية، ودي قامت في بلاد الشام. في حضارة اسمها الحضارة الأرمية، ودي برضو في بلاد الشام. وفي حضارة اللي احنا هنشرحها النهاردة اللي هي الحضارة الفينيقية، وده موضوعنا النهارده. يبقى خلي بالك ان بلاد الشام الموقع بتاعها موقع متميز. بلاد الشام الموقع بتاعها موقع متميز، قامت عنده حضارات كتيره زي الحضاره العموريه والحضاره الارميه والحضاره الفينيقيه. حاجه تانية في بلاد الشام مميزه جدا، ان بلاد الشام هي مهد للديانتين. يعني هي بدايه ديانتين، يعني معنى كده ان هي ليها اهميه دينيه. طيب مصر، مهد الديانتين ايه وايه؟ مهد للديانه المسيحيه، لان بلاد الشام فيها فلسطين، فمهد للديانه المسيحيه ومهد للديانه اليهوديه. وخلي بالك ان هي كمان كانت سبب في انتشار الدين الاسلامي، يعني كما ساعدت في انتشار الدين الاسلامي. يبقى خلي بالك من شويه المعلومات دول عن بلاد الشام، ودي كده مقدمه. طيب مصر، يبقى بلاد الشام هل موقعها الجغرافي وحش؟ لا، موقعها الجغرافي متميز. لو رجعنا الترم الاولاني، من عوامل قيام الحضارات وجود الانهار والثروات الطبيعيه والموقع المتميز وكفاح البشر. الموقع ده ممكن يقوم حضاره. فبلاد الشام موقعها الجغرافي متميز، شبه مصر شبه العراق. فالموقع ده خلى عندها حضارات كتير زي الحضاره العموريه والحضاره الارميه والحضاره الفينيقيه. حلو كده. وخلي بالك ان بلاد الشام هي مهد للديانات المسيحيه
واليهودية وسبب في انتشار الدين الإسلامي. يعني كده بلاد الشام لها أهمية دينية. تعالى كده نتكلم على الحضارة بتاعت النهاردة. الحضارة اللي احنا هنتكلم عليها الحضارة الفينيقية. الفينيقيين. هنتكلم على الفينيقيين. طيب، أول معلومة لازم تعرفها، هم مين الفينيقيين وقعدوا فين، وهو أصلا ليه سموهم فينيقيين؟ طب ما هم كانوا يسموهم حضارة بلاد الشام، ليه سموهم الاسم ده؟ تعالى الأول نجيب الخريطة عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. بص يا صديقي، أولا احنا قلنا بلاد الشام قامت فيها حضارات موقعها حلو. بلاد الشام ليها دور في نشر الدين الإسلامي وهي مهد الديانة اليهودية والمسيحية. قامت فيها حضارات زي الحضارة الأرمية والعمورية والفينيقية، فاحنا هنتكلم على الفينيقيون. بصوا يا جماعة، أول حاجة خالص لازم تبص عليها، ادي يا جماعة الحتة اللي استقروا فيها. لو تاخد بالك كده ان كل المدن اللي هي بتاعت بلاد الشام مدن ساحلية، يعني على البحر المتوسط. مدينة حيفا، عكا، صور، صيدا، بيروت، جبيل، وغريد. المدينة الوحيدة اللي مش ساحلية بعلبك. يعني ممكن يجيب لي سؤال، تميزت مدينة بعلبك، المدينة دي تميزت عن باقي المدن الطابع البري، لأن هي مش بحرية. يعني المدينة الوحيدة اللي برية فيهم بعلبك، لكن الباقي كلهم مدن ساحلية. حلو. طب هما الفينيقيون دول استقروا فين؟ لو بصيت كده، خدوا فلسطين ومعاها كمان لبنان ومعاها كمان سوريا. هم استقروا على الساحل بتاع البحر المتوسط اللي هو الساحل الشرقي. يعني ده كده اسمه شمال البحر المتوسط، وده جنوب البحر المتوسط، وده شرق البحر المتوسط، وده غرب البحر المتوسط. هم بقى مستقرين في الساحل الشرقي للبحر المتوسط. يبقى انا هرجع اقول له تعالى بقى عشان انا هفهمك. وخلي بالك التاريخ دي مادة فهم ما هياش حفظ. فاهم؟ انا ممكن احفظك الكلمتين دول في اغاني كده، لا يا باشا، فهم عشان في ربط. وبعدين انت داخل تانية سنة والسنة الجاية شهادة، والتاريخ مادة عندك أساسية، فلازم تبقى فاهم. طب الفينيقيين، أول حاجة هم شعوب استقروا على الشريط الساحلي لسوريا ولبنان وفلسطين. يبقى هم الشعوب اللي استقروا على الشريط الساحلي. هنا شريط ساحلي، اتكلمنا على الحته دي الساحليه ان هم بيبصوا على البحر المتوسط. طيب هنا ممكن اطلع نتيجه تعلم تيجي لك في الامتحان. هم الفينيقيون دول استقروا في انهي حته بالنسبه للبحر المتوسط؟ يعني شمال بحر متوسط ولا جنوب ولا شرق ولا غرب؟ قول له شرق. يبقى هم استقروا في شرق حوض البحر المتوسط. خلي بالك عشان الحاجات دي مهمه جدا في الاسئله. يبقى لما يجي يقول لي من الشعوب التي استقرت في شرق حوض البحر المتوسط، يبقى طبعا الفينيقيين، لان الفينيقيين استقروا على الساحل الشرقي للبحر المتوسط لسوريا ولبنان وفلسطين. طيب تعال، انت عارف كمان ان الفينيقيين ارضهم مش ارض زراعيه، اما لا مش صاريه. الارض بتاعتهم طبيعه جبليه شويه، في جبال اسمها جبال لبنان وفي جبال اسمها جبال الشام، فطبيعه جبليه شويتين. حلو. علشان كده بنقول ان الفينيقيين دول هم اول امه بحريه عرفتها البشريه. اول امه بحريه. هنا يطلع لك سؤال، يعني الحته دي نطلع منها سؤال وش. ايه الحرف اللي هم كانوا جامدين جدا فيها وايه الحرف اللي ما كانوش جامدين فيها؟ الحرفه اللي هم كانوا جامدين فيها هي حرفه التجاره، لان هم بحريين. يعني معنى كده هيعملوا سفن وهيتجهوا ناحيه البحر عشان يتاجروا. يعني معنى كده ان الفينيقيين دول كانوا مرتبطين قوي بحرفه التجاره. طب حلو مستر، طب هم ما عندهمش حرفه ايه؟ ما كانش عندهم حرفه زراعه، يعني ما كانتش امه زراعيه. خلي بالك الفينيقيين تتعارض، يعني عكس حضاره مصر وعكس حضاره العراق، لان حضاره مصر وحضاره العراق هي حضارات زراعيه، انما فينيقيا هي حضاره بحريه. خلي بالك، يبقى لو قال لي اول امه بحريه فينيقيين، لكن في مصر والعراق احنا امه زراعيه، احنا وجود الانهار خلتنا نزرع. حلو جدا. وخلي بالك
معلومة مهمة جدا، الفينيقيين هنا ارتبطوا جدا بالنشاط الاقتصادي. يعني الفينيقيين حتى هقول لك دلوقتي سبب تسميتهم، وهوريك شوية حاجات كده انت لازم تتعلمها. طيب مستر، طب هم سموهم فينيقيين ليه؟ تعال ناخد سبب التسمية. سبب التسمية، مين اللي سماهم فينيقيين؟ هم المفروض يسموهم سكان بلاد الشام، او سكان سوريا ولبنان وفلسطين، او سكان شرق حوض البحر المتوسط. ليه قالوا عليهم فينيقيين؟ اقول لحضرتك، اللي اطلق عليهم هذا اللقب، اطلق الاغريق على المنطقة اللي تقع شرق ساحل البحر المتوسط اسم فينيكس على الفينيقيين. طيب هنا في سؤال، يبقى مين اللي اطلق الاسم ده؟ اللي اطلق الاسم ده الاغريق. يعني الفينيقيين مش هم اللي سموا نفسهم فينيقيين، احنا ما سميناش نفسنا حاجه. انا لقيت ناس بتقول لنا فينيكس، كل يجي يقول لك ده الفينيكس هم، الفينيكس هم. طب انت مسميني فينيكس ليه يا عم؟ قال لك ما انا هقول لك دلوقتي، بس لازم تطلع نتيجه تعلم. ايه نتيجه التعلم هنا؟ الاغريق هم اللي اطلقوا عليهم، صح؟ ده يعتبر دليل واضح على التواصل الحضاري مع الاغريق. يعني كان في تواصل حضاري ما بين شعوب بلاد الشام مع الاغريق، تواصل حضاري مع الاغريق. خلي بالك ده سؤال يجي لك في الامتحان، يجي يقول لك ايه؟ سبب تسمية الفينيقيين بهذا الاسم يدل على التواصل الحضاري مع دولة ايه؟ قول له مع الاغريق، مع اليونان، لان الاغريق هم اللي اطلقوا عليهم كده. ما هو ده دليل ان كان في زمان تجارة ما بينهم هما الاثنين، لدرجة ان الاغريق كان لما يشوفوا واحد من بلاد الشام يقولوا ده انت فينيكس. فينيكس يعني من فينيقيا. يبقى ده دليل على التواصل الحضاري مع الاغريق. طب يا مستر هم سموهم فينيكس ليه؟ هقول لك. سبب التسميه فينيكس سموها كده بسبب الصبغه الحمراء الارجوانيه التي كانت تستخرج من القواقع البحريه بالقرب من سواحل الشام. طب يا مستر يعني ايه؟ يعني بصوا يا جماعه، الاغريقيين لما عملوا تواصل حضاري مع بلاد الشام، راحوا لبلاد الشام، لقوا ان سكان سوريا وفلسطين ولبنان عندهم بحر متوسط. حلو جدا. البحر المتوسط ده فيه قواقع، القواقع دي كانوا بيطلعوا منها لون احمر. يعني القواقع دي تفتح القوقعه كده تلاقي لون احمر، اللون الاحمر ده بيطبع في ايديك، عامل زي الصبغه، صبغه كده لونها احمر ارجواني شويه. حلو. فهم قالوا ايه؟ احنا هنسمي سكان بلاد الشام فينيكس، يعني الشعب الاحمر اللون، بسبب وجود الصبغه الحمراء في القواقع البحريه اللي عندهم. يعني هم عندهم قواقع بحريه لونها احمر، فاحنا بقى بنطلع منها الصبغه الحمراء، يعني فاحنا نسميهم فينيكس. يعني فينيكس دي معناها، معنى كلمه فينيكس معناها الشعب الاحمر، شعب الاحمر، اللي هو يعني بسبب الصبغه اللي عندهم. طب يا مستر، طب هم الفينيقيين يعني كانوا بيصدروا للعالم وقتها ان هم عندهم الصبغه دي؟ طبعا، ده كانوا بيستخدموا الصبغه دي في المنسوجات بتاعتهم كلها. ودي على فكره من العلامات ومن الدلائل بتاعه الفينيقيين. يعني يا مستر بسبب وجود القواقع البحريه بالقرب من سواحل بلاد الشام التي استخدموها في صبغ او صبغ المنسوجات، فعشان كده سموه فينيكس. يبقى انا مستر فهمت ليه سموهم فينيكس. طيب تعالى، قبل بس ما اروح بعيد، هعيد تاني معلش من الاول. بلاد الشام يا جماعه، هل بلاد الشام كانت حضاره قويه ولا لا؟ احنا لسه ما نعرفش يا مستر، بس هل عندها عوامل قيام حضاره؟ لان حضاره بلاد الشام عندها موقع متميز. طب الموقع ده خلى عندهم حضارات كتيره، زي الحضاره العموريه والارميه والفينيقيه، وخلي بالك ان هي مهد للديانه المسيحيه واليهوديه، وسبب في انتشار الدين الاسلامي. حلو جدا. طيب تعالى الناحيه الثانيه،
احنا عندنا سموهم ليه فينيقيين؟ الفينيقيين هو اول شعب استقر على الساحل الشرقي لحوض البحر المتوسط في سوريا ولبنان وفلسطين. وخلي بالك ان دول يعتبروا اول امه بحريه، وخلي بالك كانوا شغالين في نشاط التجاره. يعني معنى كده هو ارتباط الحضاره عندهم بالتجاره، مرتبطه جدا بالتجاره. حتى احنا هنطول في حته التجاره شويه لما نيجي نشرحها. يعني معنى كده هم عكس مصر والعراق، لان مصر والعراق امه زراعيه، انما فينيقيا امه بحريه. حلو. مين اللي اطلق عليهم فينيقيا؟ طبعا الاغريق اللي هم الحضاره الغربيه. يعني معنى كده ان كان في تواصل حضاري ما بين فينيقيا والاغريق، لان هم اطلقوا عليهم فينيكس يعني الشعب الاحمر. طب ليه سموهم الشعب الاحمر؟ ليه؟ علشان فينيقيين كان عندهم قواقع بحريه بيطلعوا منها صبغه لونها احمر، بيستخدموها في صباغه المنسوجات بتاعتهم. يعني الالوان بتاعتهم كلها لونها احمر، فسموهم فينيكس الشعب الاحمر، اللي هم كلهم اصلا بيلبسوا تيشيرتات لونها احمر. فاهم؟ طبعا مستر ماشي. تعالى كده نتكلم على اهم المدن اللي موجوده في فينيقيا. طيب اهم المدن اللي كانت موجوده في فينيقيا: واحد، مدينه اسمها مدينه صيدا. اتنين، مدينه اسمها مدينه صور. تلاتة، مدينه اسمها مدينه أغاريت. أربعة، مدينه اسمها مدينه جبيل. خمسة، هنتكلم عليها في الاستعمار اللي هو الاحتلالات، جبيل. طب نبدأ بأول مدينة عندنا وهي مدينة صيدا. مدينة صيدا دي لو بصينا عليها في الخريطة، طبعا هي مدينة ساحلية، لأن احنا قلنا كل مدن ساحلية ما عدا بعلبك، صح كده؟ طيب ادي مدينة صيدا. بص يا صاحبي، صيدا اهي، تحتيه على طول سور. ماشي. مدينة صيدا دي كانت بتحتل زعامة المدن الفينيقية، هي رقم واحد في المدن بتاعت فينيقيا كلها. يبقى المدينة رقم واحد في فينيقيا هي صيدا. يعني أنا كده هكتب لك الحتة دي علشان تفتكر إن مدينة صيدا كانت تحتل الزعامة بين المدن الفينيقية، هي رقم واحد في مدن فينيقيا كلها. يبقى هي رقم واحد في المدن الفينيقية، زي مثلا عندنا في مصر هنا القاهرة هي رقم واحد عشان فيها مراكز الحكم والإدارة وفيها كل حاجة. هما كان عندهم رقم واحد مدينة صيدا. حلو. طب يا مستر، هي مدينة صيدا دي كانت عبارة عن إيه؟ عبارة عن لسان ممتد داخل البحر المتوسط وقصاد منه شوية جزر. يعني مدينة صيدا دي كانت بتحتل الزعامة، وكانت عبارة عن لسان ممتد داخل البحر، وحوالين منها مجموعة جزر. يبقى حوالين منها مجموعة جزر. مستر ازاي يعني؟ انا مش فاهم الحتة دي. بص يا صديقي، ده الساحل بتاع سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وهنقول ان ده البحر المتوسط. ادي مدينة صيدا اهي، دي المدينة وده البحر. تمام. هي كانت عبارة عن لسان ممتد، يعني حتة أرض داخلة جوه البحر عاملة كده، عاملة زي شبه جزيرة. ففي ميه من هنا وفي ميه من هنا وفي ميه من هنا وفي ميه من هنا وفي ميه من هنا، حوالين منها الميه في 3 اتجاهات مش 4. حلو. طيب قصاد منها كان في مجموعه من الجزر، يعني في جزيره هنا وفي جزيره هنا وفي جزيره هنا وفي جزيره هنا وهكذا. يبقى خلي بالك ان هي عباره عن لسان ممتد داخل الميه وحوالين منه شويه جزر. دي اول مدينه عندنا اللي هي رقم واحد في الزعامه. طيب رقم اتنين، تاني مدينه عندنا مدينه اسمها مدينه صور، تحتل الزعامة برضه يا مستر. لا ما استنى، بعد صيدا، هي رقم اتنين بعد مدينة صيدا. يبقى خلي بالك مدينة صيدا هي نمبر 1 زي محمد رمضان عندنا كده، انما مدينة صور هي تاني مدينة من حيث الأهمية. يبقى رقم واحد صيدا، رقم اتنين صور. رقم واحد صيدا، رقم اتنين ايه؟ صور. كلهم موانئ بحرية، خلي بالك، يعني كلهم مهمين في النشاط التجاري. طيب مدينة صور دي مهمة ليه بقى؟ قال لك بص، اسمها مدينة ايه؟ صور، علشان كان عندها سور منيع. اي حد من الغزاة كان بيحاول يخش ما كانش يعرف. زي بالظبط كده ايام الحمله الفرنسيه على بلاد الشام، لما حاول نابليون يخش مدينه عكا ما عرفش عشان كان اسوارها عاليه جدا. اهي مدينه صور دي عامله كده بالظبط، اسوارها عاليه جدا.
يعني يا مستر تحتل الزعامة بعد صيدا وكانت بها سور عظيم أكسبها مناعة ضد الأعداء، محدش عارف يخش الدولة دي أو يخش المدينة دي بسبب السور اللي كان موجود فيها. حلو؟ يبقى خلي بالك رقم واحد في المدن صيدا هي رقم واحد، وهي عبارة عن لسان ممتد داخل البحر. تاني مدينة من حيث الزعامة سور، اللي حوالين منها سور ضخم جدا. في عندنا مدينة اسمها مدينة أوغاريت، برضو مدينة ساحلية، بس مدينة أوغاريت دي كان لها أهمية كبيرة جدا في مجالين بقى. لها أهمية في مجال الفن وفي مجال العمران. يعني في مجال الفن والعمران هي رقم واحد في بلاد الشام، فن وعمران. على فكرة انت لازم تربط، انت عارف دي شبه ايه في مصر؟ تتشابه مع مدينة في مصر. مين المدينة اللي كانت فيها مركز الإبداع الفني في مصر؟ شاطر. مركز الإبداع الفني في مصر كانت مدينة طيبة، فمدينة أوغاريت شبه مدينة طيبة، هما الاتنين إبداع فني. يبقى مصر تتشابه مع مدينة طيبة عندنا إبداع فني. مصر طب هي في حاجة تانية فيها؟ طبعا. خلي بالك إن مدينة أوغاريت كان فيها مواني بحرية، وكانت كمان فيها مواني بحرية بتمتلئ بالبضائع، مليانة بضاعة، يعني كان ليها أهمية تجارية جامدة جدا. خلي بالك من الحتة دي، يبقى لها أهمية تجارية. يبقى خلي بالك صيدا رقم واحد في الزعامة، سور رقم اتنين في الزعامة وحوالين منها سور ضخم. أوغاريت رقم ثلاثة، فن وعمران شبه طيبة، وعندنا كمان فيها مواني بحرية كانت بتمتلئ بالبضائع. المدينة الرابعة عندنا هي مدينة جبيل. أنا عايزك بقى تركز في دي علشان بنسبة كبيرة دي اللي بتيجي في الامتحانات، اللي هي رقم 4 أو رقم 5 لما أجي أقولها. مدينة اسمها مدينة جبيل. جبيل. حلو. مدينة جبيل دي يا جماعة هي من أهم المدن اللي كانت موجودة في بلاد الشام. يعني دي من أهم المدن اللي موجودة في بلاد الشام. خلي بالك إن مدينة جبيل لها صلة بالحضارة المصرية القديمة. أكتر مدينة لها صلة بالحضارة المصرية القديمة هي مدينة جبيل. إيه ده إزاي يا مستر؟ بيقول لك إيه؟ زمان المصريين كانوا تقريبا قاعدين في مدينة جبيل، وده دليل على التواصل الحضاري ما بيننا وما بينهم. ليه؟ بيقول لك الناس وهم بيعملوا اكتشافات كده أثرية زي ما احنا بنعمل اكتشاف للآثار عندنا، لقوا ان في مدينة جبيل في حاجتين تبع المصريين، يبقى ده دليل ان في مصريين كانوا قاعدين هناك. لقينا ايه بقى؟ واحد، لقينا تماثيل بترجع الى الحضارة المصرية القديمة، ولقينا كمان احجار، الاحجار دي مكتوب عليها اسماء الفراعنة المصريين. ياه، اسماء الفراعنة المصريين، انت متخيل؟ يعني معنى كده ان جبيل دي ليها صلة جامدة جدا بالحضارة المصرية. لقينا فيها اولا تماثيل للفراعنة، ولقينا فيها كمان اسماء للفراعنة المصريين، يبقى ده دليل على التواصل الحضاري مع فينيقيا هي مدينة جبيل. اصل ده سؤال يجي لك، ايه اكبر دليل ان في تواصل حضاري ما بيننا وما بين فينيقيا؟ طبعا التماثيل اللي لقيناها في مدينة جبيل والاحجار اللي مكتوب عليها اسامي الفراعنة اللي هناك. طيب اللي هي احنا لقيناها هناك يعني. طيب ايه كمان؟ مدينة جبيل دي لقينا فيها أول أبجدية في الوطن العربي. أول أبجدية يا جماعة، الأبجدية يعني حروف. أنت عارف إن هم كان عندهم 22 حرف في الكتابة بتاعتهم، هكلمك عليها دلوقتي لما ناخد الحياة الثقافية والفكرية. فهم كانوا عاملين أبجدية. أول أبجدية لقيناها فين؟ لقيناها في مدينة جبيل. طيب هل يا مصر هم عملوا توسعات خارجية؟ تعال نشوف. التوسع الخارجي لفينيقيا، هل هم فضلوا قاعدين في مكانهم ولا هم وسعوا كده على نفسهم شويه؟ بص يا صديقي، الموضوع سهل جدا. انت لو بصيت على المدن دي كلها هي موجوده في سوريا ولبنان وفلسطين. لو انا دققت النظر شويه على الدول دي اللي هي مثلا سوريا ولبنان
وفلسطين، هتلاقي ان هم كلهم على ساحل البحر المتوسط. ادي البحر المتوسط اهو، قدامهم البحر. طب وراهم الحته دي، من وراهم كده فيها جبال، سلسله جبليه عامله كده. حلو، يبقى خلي بالك هو عباره عن شريط ساحلي، في الشرق فيه جبال، في الغرب فيه بحر. حلو الكلام. طيب اسمع الحته دي. بدأ الفينيقيين يفكروا، احنا عباره عن ساحل حلو، الشرق بتاعنا فيه سلسله جبليه، فبدأوا ان هم يفكروا انا في ظهري فيه جبال، اعمل ايه؟ ما قداميش غير البحر ده علشان احاول ادور على اي حاجه تانية بره خارجيه. وده صح على فكره. يعني يا مستر انت عايز تقول ايه؟ الفينيقيين عملوا حاجه حلوه جدا. الفينيقيين اتجهوا الى البحر طلبا للرزق بسبب الجبال التي تحدهم من الشرق. انا في الشرق هنا في جبال، مش هعرف امشي كده، ما قداميش الا البحر، فانا طلبا للرزق هتوكل على الله واخش ايه؟ البحر. عشان كده هم بحريه، اصل هم لقوا ظهرهم في جبال. طب انا هعمل ايه في الجبال دي؟ ولا هعرف ازرع ولا هعرف اتنيل، فما قداميش الا البحر. فبداوا يفكروا ان هم يروحوا للبحر طلبا للرزق. طب ايه اللي ساعدهم ان هم يتجهوا ناحيه البحر؟ اللي ساعدهم ان هم يروحوا ناحيه البحر، ادي واحد ادي اتنين، وخلي بالك من النقطتين دول عشان مهمين جدا. خلي بالك من الاتنين دول. ثلاث حاجات. اول حاجه خلتهم يروحوا ناحيه البحر وفره الاخشاب. عندهم اخشاب، وطالما انا عندي اخشاب يبقى انا هعرف ابني سفن، ولو بنيت سفن هخش ناحيه البحر بقى. يبقى خلي بالك، هو اصلا الفينيقيين قاعدين في حته يا جدعان مزنوقين، انا في ظهري جبل وقدامي بحر، مفيش غير ان انا اروح للبحر ده واحاول استكشف بقى، ما عنديش حل تاني. اللي ساعدهم في ده وفره الاخشاب عشان يصنعوا السفن. ثانيه واحده، طب ما هنا في سؤال. معنى ان هم عندهم اخشاب، معنى ان هم عندهم، الله يبارك لك، عندهم غابات. ما هو خلي بالك الغابه دي هي اللي بناخد منها الخشب، والخشب ده بنعمل منه السفن. يعني يجي يقول لك ايه؟ من المقومات الطبيعيه التي ساعدت الفينيقيين الى الاتجاه نحو البحر وجود الغابات. غابات ازاي مصر دي مش مذكوره يا حبيبي؟ ما الخشب ده بيتاخد من الغابه. اتنين، عندهم كمان كثره تعارج السواحل. السواحل بتاعتهم متعرجه، وانت واخد في ثالثه اعدادي لو السواحل متعرجه معنى كده ان احنا نعرف نعمل مواني. الميناء ده اللي هو المكان اللي السفينه بتركن فيه. يعني الميناء بتاع البحر المتوسط هنا عامل كده 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 كده، فالسفينه مثلا بتركن في الحته دي اسمها مواني. حلو. ايه كمان؟ كمان الموقع بتاعهم متوسط بين الشرق والغرب. يعني الموقع بتاعهم متوسط ما بين الشرق والغرب، فبداوا ان هم يعملوا ايه؟ نروح ناحيه البحر ونتجه ورزقنا على الله. فبداوا يفكروا. اول ما اتجهوا ناحيه البحر، طبعا هم ما اتجهوش ناحيه الشرق يا اولاد. ليه ما اتجهوش ناحيه الشرق؟ عشان في جبال. اما عملوا ايه؟ اتجهوا نحو الغرب في البحر المتوسط. لما اتجهوا نحو الغرب في البحر المتوسط بداوا ان هم يدوروا على مستعمرات. اول مستعمره خدوها مدينه اسمها قرطاجه. يبقى خلي بالك لما اجي اقول لك ايه؟ سؤال، هو التوسع الخارجي كان ناحيه الشرق ولا الغرب؟ قول لي غرب. اتجهوا نحو الغرب. عارف زي مين؟ جدع، زي حضاره بلاد العراق. الحضاره بتاعت بلاد العراق في الدوله البابليه، فاكر؟ اللي هم مدوا حدود دولتهم الى حوض البحر المتوسط، راحوا ناحيه الغرب برضه. يعني انت لو فاكر كده الخريطه هجيبها لك تاني يمكن تفتكر. كان بلاد العراق هنا ايام الملك حمورابي اتجه ناحيه الغرب وخد بلاد الشام. طيب نبوخذ نصر الثاني اتجه ناحيه الغرب وخد بلاد الشام. طب في بلاد الشام بقى اتجهوا ناحيه ايه؟ ناحيه الغرب، فخدوا مدينه هنا اسمها مدينه قرطاجه. يبقى خلي بالك تتشابه العراق وفينيقيا ان هما الاثنين اتجهوا نحو الغرب، ما راحوش ناحيه الشرق. تمام. طب يا مستر اسال سؤال، ايه قرطاجه دي؟
اولا هقول لك مكان قرطاجه. قرطاجه دي تقع بالقرب من مدينه تونس اللي هي العاصمه بتاعت تونس، قرب مدينه تونس. حلو. قرطاجه دي بقى اول ما الفينيقيين احتلوها وقعدوا فيها، هم احتلوها وقعدوا فيها، مدينه قرطاجه اصلا كان عندها تقدم وعندها ازدهار غريب، متقدمه ومزدهره جدا، بالذات في مجال التجاره وفي مجال النشاط البحري، لدرجه ان هي كانت بتنافس المدن الفينيقيه يا ابن اللعيبه. يعني قرطاجه اللي هم احتلوها دي مدينه متقدمه جدا في التجاره وفي الحركه البحريه، احسن من المدن الفينيقيه كمان. خلي بالك ده ممكن يجي لك سؤال، ممكن يقول لك ينفع الابن يتفوق على ابيه؟ الابن يتفوق على ابيه ان هي قرطاجه تفوقت على اللي احتلوها، ان احنا متقدمين ومزدهرين في مجال التجاره والنشاط البحري. وخلي بالك ان مدينه قرطاجه كمان دي من اهم المستعمرات اللي هي عملتها فينيقيا في حوض البحر المتوسط. معلومه، قرطاجه يا جماعه كان فيها مواني كتير جدا بحريه، فيها كمان مرسى للسفن حربي، وفيها كمان مرسى تاني تجاري. يعني هم عندهم مرسى حربي ومرسى تجاري. يبقى احنا خلي بالك ان مدينه قرطاجه دي مدينه مهمه جدا اللي هي موجوده قرب تونس. طب يا مستر الحضاره دي وقعت ازاي؟ تعال اقول لك. اول احتلال سقوط الفينيقيين رقم 1. العراق هي اول دوله حاولت توقع فينيقيا بس ما عرفتش. العراق في القرن السادس قبل الميلاد جه الملك نبوخذ نصر الثاني اللي هو بتاع الدولة البابلية الكلدانية. نبوخذ نصر الثاني حاول ان هو يحتل بلاد الشام ولكن ما عرفش بسبب الاسوار المنيعة، شبه نابليون، حاول بس ما عرفش. ماشي؟ يبقى خلي بالك ان نبوخذ نصر الثاني هو حاول بس ما عرفش بسبب ايه؟ بسبب الاسوار. مين اللي عرف بقى؟ عمنا اللي ما بيقفش قدامه حد، الاغريق. مين من الاغريق؟ الاسكندر. الاسكندر ده يا جماعه ما كانش في حاجه بتقف قدامه. اسكندر الاكبر ده يا جماعه فظيع. الراجل ده مات عنده حاجه و30 سنه، بس بقول لك ايه، احتل العالم مع انه صغير في السن، احتل العالم. الاسكندر ده جه سنه 332 قبل الميلاد، احتل الفينيقيا. يعني هو اللي عرف يحتلها، يعني ده اول احتلال حقيقي، انما دي كانت محاوله للاحتلال، لكن ده اللي احتل. طب بعد الاسكندر جه بعديه السلوقيين. السلوقيين يا جماعه بداوا ان هم، او السلوقيون بداوا ان هم يحتلوها وقعدوا فيها 3 قرون. بعد كده احتلها الرومان. بعد الرومان يجي اخر حاجه اللي هو الفتح الاسلامي لبلاد الشام سنه 634 ميلاديه. يبقى خلي بالك ان هي برضو في صراعات كتيره جدا جت على بلاد الشام، عراق، اغريق، سلوكيون، رومان، فتح اسلامي. بس العراقيين حاولوا بس ما عرفوش، اللي هو ايام نبوخذ نصر الثاني. طيب تعالى بقى نراجع كل اللي انا قلته ده من الملزمه اللي مع حضرتك. اصل كلمه فينيقيا 1 معناها الارض الحمراء اللون. الاغريق هم اللي قالوا فينيكس يعني الشعب الاحمر، نسبة إلى الصبغة الحمراء اللي استخرجوها من الحيوانات البحرية، اشتهروا بيها في استخدامها في منسوجات. وكلمة فينيكس يعني اشتقنا لفظ فينيقيا. أنا عايزك بس تكتب هنا كده، ده دليل على التواصل الحضاري مع الإغريق اللي هو الغرب. ارتبطت التسمية بالنشاط الاقتصادي، يعني ممكن يقول لك ايه؟ ارتبطت تسمية بلاد الشام بالحضارة الفينيقية بيقولوا بالنشاط الاقتصادي. طب تعالى ناحية أهم المدن. أول مدينة عندنا صيدا، هي رقم 1 في الزعامة. لسان ممتد جوه المية حوالين منه جزر صغيرة، سور. هي الزعامة بعد مدينة صيدا. خلي بالك حوالين منها سور أكسبها مناعة ضد الغزاة. 3 جبيل. أقدم المدن الفينيقية، أقدم المدن الفينيقية، يعني لو قال لك أقدم مدينة قول له جبيل. خلي بالك ده دليل على التواصل الحضاري مع مصر. مدينة جبيل دي لقينا فيها تماثيل مصرية وأحجار مكتوب فيها أسامي الفراعنة.
لقينا فيها اقدم ابجديه في الوطن العربي. مدينه اوغاريت او اوغاريث اللي هي راس الشمره نالت شهره عظيمه في الفن والعمران. اكتب جنبها ان دي شبه مدينه طيبه، وقلنا ان هي فيها مواني بتمتلئ بالبضاعه. فينيقيين، كان لوجود الفينيقيين على ساحل ضيق تحيط به الجبال اثر واضح، اتجهوا ناحيه البحر طلبا للرزق. البحر ده اللي هو ناحيه الغرب مش الشرق. مقاومات اللي ساعدتهم توافر الاخشاب الصالحه لبناء السفن، يعني هم عندهم غابات. كثره تعارج السواحل، موقع البلاد المتوسط بين الشرق والغرب. اول مستوطنات عملها الفينيقيين عملوا مستوطنات في حوض البحر المتوسط اللي هي في ساحل شمال افريقيا وجنوب اسبانيا وجزر البحر المتوسط. اشهر حاجه مدينه قرطاجه. الفينيقيون اسسوها بالقرب من مدينه تونس، بدات تتقدم وتزدهر، بدات تنافس المدن الفينيقيه في التجاره والنشاط البحري. سقطت ازاي؟ في القرن السادس قبل الميلاد حاول الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني ان هو يحتل فينيقيا، الا ان الاسوار منعته من ده. عام 332 احتل الاسكندر فينيقيا. بعد ما مات جه السلوقيون قعدوا 3 قرون، بعد كده الرومان، بعد كده الجيوش الاسلاميه. طيب تعالى بقى ناخد الحياه الاقتصاديه. تعالى نتكلم بعد الحياه الاقتصاديه على الحياه السياسيه، بعديها هنتكلم على الحياه الاجتماعيه وهكذا، يعني ناخدها واحده واحده. تعال نبدا بالحياه الاقتصاديه. انا دايما ببتدي بالحياه الاقتصاديه عشان دي هتفهمك الباقي. طيب اول حاجه هنتكلم على مظاهر الحضاره الفينيقيه. بصوا يا اولاد، اول حاجه هنتكلم عليها هي الحياه الاقتصاديه، شغلانتهم. اولا يا جماعه انا هقسم الحياه الاقتصاديه زي ما انا بعمل كالعاده كده ل3 نقط. 3 نقط انا وانت هنقعد نتناقش فيهم براحتنا. بس خلي بالك التاريخ ده الميزه اللي فيه ان انت تقعد تربط حاجه بحاجه، علشان الحاجات دي هي اللي بتيجي في الامتحان. طيب اول حاجه هنتكلم على مجال الزراعه، وبعد كده هنتكلم على مجال الصناعه، وبعد كده هنتكلم عن اهم حاجه عندهم اللي هي التجاره. نبدا بالزراعه. اولا يا جماعه الفينيقيين هي اصلا بلادهم ما عندهاش اراضي خصبه كتير، صح ولا انا غلطان؟ هم كان شرقهم كده في جبال وقدامهم بحر، فهم اتجهوا للبحر بيدوروا على الرزق، صح كده؟ تمام. لما نيجي نتكلم مثلا على حته الزراعه لازم تبقى عارف ان استغل الفينيقيين كل المساحه للاراضي من اجل الزراعه. استغلوا كل المساحه اللي عندهم عشان يزرعوها، استغلوها. مستر هو انت مش انت قايل لي ان ارضهم لا تصلح للزراعه؟ انا بقول لك ان هم عملوا استغلال، وده كفاح بشر. خلي بالك الحضاره ما بتقومش الا بكفاح البشر. البني ادم هو اللي يقدر يكافح عشان يوصل لحاجه زي كده. فهم استغلوا مساحات. طب عملوا ايه بقى؟ بص 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 ذكاء البشر يا جماعه. الحضارات دي غريبه جدا. بص زمان وعرف يتغلب على الطبيعه. تغلب على الطبيعه ازاي؟ بدات الحضاره الفينيقيه ان هم يعملوا ايه؟ بتحويل الجبال الى مصاطب صالحه للزراعه. ايه ده يعني ايه؟ يعني بداوا ان هم يحولوا الاراضي الجبليه، اللي هو انا عندي جبل، اعمل الجبل ده لمصاطب كده زي مدرجات كده صالحه للزراعه. وليكن مثلا انت مش فاهم، ده جبل حلو، بداوا ان هم الجبل ده يعملوه على هيئه مصاطب، يعني يقعدوا ينحتوا لدرجه ان هو يخلوا الجبل ده فيه مصطبه كده، مصطبه كده، مصطبه كده، مصطبه كده، مصطبه كده، مصطبه كده، وبعد كده يفرشوا على المصاطب دي تربه زراعيه، تربه زراعيه، تربه زراعيه، تربه زراعيه، تربه زراعيه، وبعد كده يزرعوا فيها. يا ولاد اللعيبه، يبقى هم كده استغلوا فعلا كل المساحه. ده دليل على كفاح البشر. وخلي بالك دي من عوامل قيام الحضاره، ان هو كده البشر كافحوا
لان هم عرفوا يحولوا الجبال لمصاطب صالحه للزراعه. طب يا مستر زرعوا ايه بقى؟ زرعوا كل حاجه. يعني زرعوا الحبوب عادي خالص على المصاطب دي. زرعوا كمان يا جماعه الاشجار، اهم الاشجار اللي عندهم ودي مشهوره جدا، العنب. عنب بتاع لبنان ده فظيع، عنب. عندهم كمان اشجار النخيل، البلح. عندهم كمان يا جماعه الرمان. سلام. وعلى فكره انا عايز اقول لك ان الفينيقيين هم اللي خلوا شعوب شمال افريقيا تاكل رمان. يعني الرمان ده موجود في مصر وتونس وليبيا كده بسبب فينيقيا. يعني كده الرمان ده اللي هم دخلوه في شمال قاره افريقيا. في حاجه تانية يا مستر، الزيتون. معاهم الزيتون كمان، اشجار الزيتون. فانت عندك عنب ونخيل ورمان وزيتون وخربين الدنيا. حلو. طب يا مستر في حاجه تاني، في حاجه بسيطه كمان لازم تعرفها. لو احنا هنتكلم على الصيد وتربيه الحيوانات، او صيد وتربيه حيوانات، هم يا جماعه كانوا مهتمين جدا جدا بالصيد وبتربيه الحيوانات. الحيوانات اللي هم كانوا بيربوها ابقار، اغنام، معز، وكانوا مهتمين جدا بحرفه الصيد. يعني كانوا مهتمين بالصيد. يبقى الناس دول يا جماعه هم عندهم حضاره. ليه؟ كافحوا في كفاح ان هم يقدروا يحولوا الجبال لمصاطب ينفع نزرع فيها. ده يا جماعه كفاح. وان هم يزرعوا بقى عنب ونخيل ورمان وزيتون وحبوب ويصطادوا، ده كفاح. طيب تعال عند الصناعه. هل الصناعه عندهم تقدمت؟ طبعا حصل تقدم كبير جدا للصناعه. حصل تقدم للصناعه في فينيقيا. بقى عندهم صناعات كتيرة جدا جدا. واحد، أول صناعة عندهم المنسوجات. صنعوا منسوجات هكلمك عليها. اتنين، الملابس المزخرفة. تلاتة، عندهم كمان حاجة مهمة جدا، صناعات زجاجية. أربعة، عندهم كمان صناعات معدنية. خمسة، عندهم كمان صناعة أدوات الزينة. ستة، عندهم كمان صناعة الآلات الموسيقية. يا جماعة ده عندهم كل حاجة، ده كانوا بيصنعوا كل حاجة. بص الشعب، بص الكفاح، ما عندهمش ولا أراضي زراعية ولا حاجة بس كافحوا. المنسوجات، كانوا بيعملوا الملابس بتاعتهم وبيصنعوها من أي حاجة موجودة. أي حاجة، زي مثلا قطن يعملوا منه ملابس، كتان يعملوا منه ملابس، عندهم حرير نعمل منه ملابس، صوف نعمل منه ملابس، اي حاجه والسلام. طيب ايه الملابس المزخرفه دي؟ هم هنا بقى اذكياء. هم اسمهم فينيكس لان هم اللي اخترعوا حته الصبغه الحمراء. فبداوا يعملوا ملابس مزخرفه وكانوا بيصبغوها الصبغه بتاعتهم المشهوره جدا الصبغه الحمراء للملابس بتاعتهم. حلو. الصناعات الزجاجيه دي هم اصلا ما عندهمش رمال كتير. الصناعات الزجاجيه دي خدوها من مصر. يبقى ده دليل برضو على التواصل الاقتصادي معاهم. دليل على التواصل الاقتصادي ان هم خدوا مننا الصناعات الزجاجيه. الصناعات المعدنيه كانوا بيعملوا من المعادن، بيستخدموا الذهب وبيستخدموا الفضه وبيستخدموا النحاس، بيستخدموا البرونز علشان يبتدوا يعملوا بيه صناعات كتيره جدا معدنيه. بس اهم حاجه في الليله دي كلها تعرف ان الصناعات الزجاجيه دي خدوها من مصر. طيب تعال عند التجاره. طبعا يا جماعه التجاره هم كده كده في تقدم رهيب في التجاره عشان هم امه بحريه. يعني هم كده كده امه بحريه، فهم التجاره عندهم كانت متقدمه وفيها نهضه كبيره جدا. يعني دي نهضه التجاره نهضه كبيره جدا علشان هم امه بحريه. حلو. التجاره دي كانت في المدن الساحليه حاجه، وفي المدن الداخليه حاجه. المدن الساحليه زي صور وصيدا وجبيل وغاريت وقرطاجه وبيروت وعكا وحيفا وكله. المدن الداخليه هي مدينه واحده بس داخليه اللي هي بعلبك اللي انا لسه قايل لك عليها، اللي هي مدينه داخليه يعني مش عندها بحر. المدن الساحليه كانوا بيستخدموا الطرق البحريه. يعني كانوا بيستخدموا الطرق البحريه
علشان يتواصلوا تجاريا مع دول كتيره جدا، منها مثلا مصر. ما هو البحر ده يوصلني بمصر والاغريق وقرطاجه اللي انا مستوطنها. طب المدن الداخليه كانوا بيستخدموا فيها الطرق البريه لحد ما يوصلوا لحاجه اسمها معابر التواصل. معبر التواصل ده، مع ان المدن الداخليه بتوصل اهو خارجيا، يعني انا ممكن اوصل لمصر عن طريق بلاد الشام. ازاي؟ عن طريق شبه جزيره سيناء يا حبيبي. يعني يا مستر معابر التواصل كانت شبه جزيره سيناء ده يا جماعه ممر للتواصل، وعندك كمان بحر احمر ده ممر تواصل، عندك كمان بحر متوسط ده ممر تواصل، فهم عندهم ممرات كتيره جدا، معابر كتيره جدا للتواصل. حلو حلو. طب يا مستر سؤال، هي فينيقيا دي كتواصل تجاري ما بين الدول حاجه مهمه؟ طبعا. ليه؟ بصوا يا جماعه على الخريطه، لو انت بصيت على الخريطه هتلاقي ان فينيقيا هي راس مثلث. يعني على الخريطه هي راس مثلث. فينيقيا تحتيها مين؟ تحتيها على طول شبه الجزيره العربيه. ده على الخريطه. طب شرقها كده في مين؟ في بلاد العراق. طب غربها كده في مين؟ في حضاره مصر. فكده فينيقيا هي بتحتل رأس مثلث، ضلعه الأيمن عراق، ضلعه الأيسر مصر، ضلعه اللي موجود تحت في الجنوب هي شبه الجزيرة العربية. فعرفت تعمل تواصل مع الثلاثة دول كويس جدا، يعني تواصلت مع العراق كويس ومع شبه الجزيرة ومع مصر. طيب مستر، طب احنا كنا بنصدر ايه؟ تعال اقول لك. الحاجات اللي احنا بنصدرها، قامت فينيقيا بتصدير حاجتين. صدرت مواد خام وصدرت مواد مصنعه. يعني كانوا يا اما بيصدروا مواد خام كده زي ما هي، يا اما حاجات بيصنعوها وبيصدروها. طيب الحاجات المواد الخام اللي هم كانوا بيصدروها ثلاثه: الصبغه المشهوره اللي هم كانوا واخدينها من البحر من القواقع كانوا بيصدروها. كمان كانوا بيصدروا، خلي بالك عشان ده مهم جدا، الاخشاب زي خشب الرز. الاخشاب دي يا جماعه اللي بنعمل منها سفن، صدروا الخشب. خلي بالك ان الخشب ده كان موجود في جبال لبنان، مليان خشب جبال لبنان برضو، فكانوا بيصدروا الخشب. كانوا بيصدروا الصبغه اللي عندهم، لان الصبغه دي هي مشهوره جدا جدا عندهم، اللي هم كانوا بياخدوها من القواقع البحريه اللي عندهم. المواد الخام كمان غير الخشب وغير الصبغه اللي هم بياخدوها، المعادن يا جماعه اللي موجوده في غرب البلاد. طب يا مستر المواد المصنعه اللي هم كانوا بيصدروها، كانوا بيصدروا بقى المنسوجات والادوات المعدنيه اللي هم كانوا بيصنعوها وادوات الزينه وهكذا. بس اهم حاجه ما تنساش ان التجاره مهمه. مستر ارجع تاني للتجاره معلش، عشان التجاره دي مهمه جدا. انت كده الزراعه، انا هعيد تاني الحاله الاقتصاديه. اول حاجه الزراعه، استغل الفينيقيين كل مساحه الاراضي اللي ينفع يزرعوها، حولوا الجبال الى مصاطب صالحه للزراعه، زرعوا فيها حبوب واشجار، عنب نخيل رمان اللي دخلوه في شمال افريقيا وزيتون، وعملوا كمان صيد وتربيه حيوانات. طب الناحيه الثانيه الصناعه، تقدمت صناعه الغزل والنسيج اللي هي المنسوجات، قطن وكتان وحرير وصوف، ملابس مزخرفه زي الصبغه الحمراء اللي هم كانوا بيستخدموها، صناعات زجاجيه دي مهمه جدا جدا عشان ده دليل على التواصل الحضاري مع مصر. في صناعات معدنيه اللي هي الذهب بقى وفضه ونحاس وكده، وكان على فكره عندهم صناعات فخاريه. طيب تعال الناحيه دي كده، عند التجاره في نهضه كبيره، مدن ساحليه سيطروا على رؤوس المدن اللي على البحر المتوسط، في مدن داخليه بيستخدموا طرق بريه عن طريق معابر التواصل اللي هي شبه جزيره سيناء وبحر احمر وبحر متوسط. مستر هو ازاي انت قلت بريه وبحر احمر وبحر متوسط؟ لا، هما بيمشوا على الساحل بتاع، يعني بصوا يا جماعه، بيمشوا على ساحل البحر مش في البحر نفسه. بصوا يا اولاد، يعني انا مثلا الخريطه ايه، انا مثلا عايز من مدينه بيروت اروح مدينه قرطاجه اللي هي دي، بص اكبرها لك خالص عشان تشوف. انا عايز امشي بطريق بري، انت عندك المدن دي مدن ساحليه وهم مسيطرين على المدن اللي موجوده في البحر المتوسط. حلو. طب انا مش عايز امشي بطريق بحري، عايز امشي بطريق بري. امشي كده اهو، الحته دي على فكره مفتوحه، وما كانش زمان في قناه سويس، فالحته دي مكمله بريا، يعني انت بتمشي بريا بالحصينه عادي، تفضل مكمل تعدي على مصر، وبعد كده تعدي على ليبيا، وبعد كده تعدي على
خليج بني غازي، وبعد كده تكمل لحد ما توصل لقرطاجه. هل انت مشيت كده جوه البحر؟ انت مشيت على ساحل البحر، على الشط يعني، فده طريق بري. وعلى فكره لو انا عايز اروح السودان كانوا بيعملوا كده، نفس المشيه اهو، اعملها باللون الاحمر. هاجي مثلا مدينه بيروت، امشي كده واروح ماشي كده. عشان كده بيقول لك الطريق بتاع ساحل البحر الاحمر، الطريق بتاع ساحل البحر المتوسط عبر شبه جزيره سيناء. يبقى شبه جزيره سيناء هي معبر التواصل يعني. طب يا مستر ماشي، بسم الله نعمل مراجعه سريعه. حاله اقتصاديه. بصوا يا اولاد، اول حاجه اهتموا بالزراعه، لان هم حولوا السفوح بتاع جبال لبنان لمصاطب صالحه للزراعه زي ما رسمت لك. الجبل ليه سفوح اللي هي الحتت اللي على الجنب دي، حولتها لمصاطب ازرع فيها. طيب، كما نهضوا بالتجاره نهضه كبيره. حلو. الزراعه استغلوا كل المساحات ينفع نزرعها، واهتموا بزراعه الحبوب في السهول. خلي بالك، ممكن ده سؤال يجي لك، هم زرعوا الحبوب فين؟ في الجبال؟ لا، في السهول. خلي بالك دي معلومه مهمه، الحبوب زرعوها في السهول مش في الجبال. ماشي. الاخشاب، قال لك مثلا الاشجار، انا اسف، زي النخيل والعنب والزيتون والرمان اللي هم دخلوها في شمال افريقيا. وربوا الحيوانات زي الاغنام والابقار والماعز، واشتغلوا بالصيد. قلنا كل ده. الصناعه، غزل ونسيج، صوف، حرير، قطن، كتان. ثياب المزخرفه من القواقع البحريه اللي كانت عندهم. صناعات زجاجيه اللي هم خدوها من مصر، وهنكتب جنبها ان ده دليل على التواصل الحضاري مع مصر. صناعة الفخار، صناعة المعادن، استخدموا نحاس وبرونز وحديد وذهب، وأدوات زينة وآلات موسيقية. أهم حاجة التجارة، أهم حاجة التجارة. طيب، تجارة ده المورد الأساسي عند الفينيقيين. ده سؤال يجي لك في الامتحان. هو المورد الأساسي عند الفينيقيين زراعة ولا صناعة ولا تجارة؟ قول له تجارة. حلو. علشان كده المواني بتاعتهم كانت موجودة عند الرؤوس في البحر. سكان المدن الفينيقية استفادوا من الموقع في النقل التجاري. طب الطرق، لو مدن داخلية بتستخدم طرق برية. تمام. الطريق البري اللي هو فيه معابر تواصل، اللي انا قلت لك يا اما ياخدوا السواحل اهو، بص سبحان الله، السواحل دي كده، او حتى السواحل دي كده اللي هي بموازاة البحر الاحمر، او يمشوا كده بموازاة البحر المتوسط عبر شبه جزيرة سيناء. مدن الساحلية قلت لك ان هم اتخذوا طريق النقل البحري مجال لانشطتهم. في قرطاجه كانت المواني لا تزال اطلالها قديمه حتى الان. طيب، اهم الصادرات، مواد خام، خشب، في غابات، معادن، كمان الصبغه بتاعتهم اللي هي المشهوره جدا، ودي كلها مواد خام. وفي حاجات مصنعه زي المنسوجات والاواني المعدنيه، اكتب جنبها مواد مصنعه. تواصل اقتصادي، حرصت مصر على فتح اسواق في فينيقيا لبيع منتجاتها والاستيراد منها، زي ما قلت لك اللي هو المثلث التجاري اللي ما بيننا وما بينهم. بس في تواصل بقى حضاري ما بين مصر وما بين فينيقيا. بص يا صاحبي، 3 عصور ذكرت في الترم الاولاني. مصر خدت من فينيقيا 3 حاجات. 1، نبتدي بالعصر القديم. كان في ملك اسمه الملك سنفرو. الملك سنفرو ده كان عايز خشب علشان يبني اسطول. زمان الراجل ده بعت 40 سفينة راحوا لحد فينيقيا علشان يجيبوا خشب عشان يبني مزيد من السفن. يبقى في عصر الدولة القديمة ده دليل على التواصل التجاري والاقتصادي. يبقى أول دليل على التواصل أهو، تم استيراد خشب الرز من فينيقيا. أدي 1. استخدمناه فين؟ في مقابر الملوك. الخشب كنا بنستخدمه في المقابر وصناعة السفن. فقد أشار حجر باليرمو اللي احنا خدناه الترم الأولاني أن الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة بعت أسطول بحري مكون من 40 سفينة لإحضار خشب الرز من فينيقيا. يبقى خلي بالك احنا جبنا خشب الرز من فينيقيا في العصور القديمة أيام الملك سنفرو اللي بعت 40 سفينة تروح تجيب الخشب وترجع. ليه؟ عشان الخشب ده بنستخدمه في المقابر، بنستخدمه كمان في صناعة السفن. طيب، عصر الدولة الحديثة، زادت العلاقات التجارية ما بين مصر وفينيقيا خاصة في عهد الملك رمسيس الثاني.
يعني زادت العلاقات التجارية ما بين مصر وفينيقيا خاصة في عهد الملك رمسيس الثاني. طب في العصر المتأخر لو تفتكر كان في ملك من الأسرة ال26 اسمه نخاو، اللي هو استعان ببحارة فينيقيين علشان يلف حوالين قارة أفريقيا عشان يعمل كشوف جغرافية. استعان الملك نخاو ببحارة فينيقيين للدوران حول قارة أفريقيا لاكتشاف ما بها من أسواق، واستمرت الرحلة 3 سنين. يبقى احنا كده أخدنا كمان التواصل. وأنا ما كتبتش التواصل ده؟ كتبناهوش، نكتب التواصل. ماشي. التواصل الاقتصادي. التواصل مع فينيقيا يا جماعة هنكتب 3 حاجات في التواصل بس. 3. 1 2 ده أكبر دليل إن في تواصل ما بين مصر وفينيقيا في المجال الاقتصادي. مصر فينيقيا في المجال الاقتصادي في عصر الدولة القديمة، في عصر الدولة الحديثة، في العصر المتأخر. عصر الدولة القديمة كان الملك سنفرو اللي هو كان من الأسرة الرابعة. عصر الدولة الحديثة كان الملك رمسيس الثاني. العصر المتأخر كان ملك اسمه الملك نخاو اللي هو من الأسرة ال26. دول يا جماعة ده أكبر دليل إن حصل تواصل. طب سنفرو ده عمل إيه؟ سنفرو ده مكتوب في حجر باليرمو، مكتوب كده، خلي بالك، حجر باليرمو اللي خدناه الترم الأولاني بتاع النقوش الغائرة. حجر باليرمو مكتوب إن الملك سنفرو بعت 40 سفينة إلى فينيقيا. طب بعتهم ليه؟ هو باعت السفن دي علشان يجيب حاجة من هناك. يعني أنا باعت لك كده 40 سفينة كاملين لحد بلاد الشام عشان عايز حاجة من هناك. فهو بعت 40 سفينة لفينيقيا لجلب خشب الرز من فينيقيا. ليه؟ عشان خشب الرز ده بنعمل بيه حاجتين، بنستخدمه في المقابر وبناء السفن. في عصر الدولة الحديثة احنا قلنا في عهد رمسيس زادت العلاقات التجارية، زادت جدا العلاقات التجارية ما بين رمسيس وما بين الفينيقيين. في العصر المتأخر الملك نخاو استعان بحارة من فينيقيا، البحارة دول للدوران حول قارة أفريقيا اللي هي الرحلة اللي استمرت 3 سنين علشان يعمل كشوف جغرافية. قلناها الترم الأولاني وقعدنا فيها كتير جدا. طيب تعالى عند تاني حياة بعد الحياة الاقتصادية اللي احنا خلصناها دي، نتكلم على تاني حاجة وهي الحياة الاجتماعية. طبعا يا جماعة ان الحياة الاجتماعية هتبقى زي اي حياة اجتماعية في اي دولة، ان هي برضو طبقات. تمام. ايه الطبقات اللي كانت في المجتمع قديما؟ تعال اقول لك. بص يا صاحبي، احنا كان عندنا 3 طبقات. الطبقة اللي تحت دي اسمها الطبقة الدنيا، يعني اسفل طبقة، يعني مش سافلة يعني حاجة وحشة، اللي هي تحت خالص. وفي طبقة اسمها الطبقة الوسطى، في طبقة اسمها الطبقة العليا. تعال نبتدي من تحت لفوق. تحت مين اللي تحت خالص؟ الخدم. هم في فينيقيا كده الخدامين طبقة دنيا، هم والعبيد. يعني الطبقة الدنيا كانت بتشمل خدم وعبيد فقط، مفيش حاجة تاني، مفيش حد تاني معاهم. يبقى الخدم والعبيد تحت. طب فوق خالص كانوا حاطين التجار والوزراء والنبلاء والكهنة رقم 1، رجال الدين رقم 1. حاطين التجار رقم 1، وده يعتبر ودليل ان التجار بياخدوا مكانة عالية علشان دي أمة بحرية فاتجهت للبحر بحثا للرزق. يعني معنى كده ان هم اصلا أمة بحرية، ما ده دليل اهو ان التجار هم رقم 1. ما لم يستر الطبقة الوسطى فيها مين؟ الطبقة الوسطى بقى فيها اللي هم أصحاب المهن، واحد عنده مهنة، عنده صناعة، أصحاب الصناعات، بعض الموظفين في الدولة.
فكان مجتمع طبقي. بس بص، اكبر دليل ان نشاطهم هو نشاط التجاره، ان التجار هم رقم واحد في المجتمع كله. فدي الحياه الاجتماعيه. تعال ناخد تالت حاجه معانا اللي هي الحياه الدينيه. الحياه الدينيه يا جماعه كانت حياه يعني تتشابه مع المصريين شويه في بعض الحاجات، هكلمك عليها دلوقتي بالراحه. اولا يا جماعه، هم هناك في الحضاره بتاعت فينيقيا كانوا عاملين زينا، بيقدسوا الظواهر الطبيعيه، وهم دايما كانوا بيجسدوا بعض المعبودات في هيئه البشر، وكانوا بيعبدوا دايما الحاجات اللي ليها علاقه بالخصب والنماء، وليها علاقه بالزراعه، وليها علاقه بالتجاره. يعني يا مستر، الحياه الدينيه عندهم اول حاجه لازم تعرفها ان هم كانوا يقدسوا ايه بقى؟ بيقدسوا يا جماعه اول حاجه الظواهر الطبيعيه، زينا بالظبط ما احنا كنا بنقدس الظواهر الطبيعيه. وكان كمان بيمثل المعبودات على هيئه بشر، وكانوا بيعبدوا دايما رب الخصب والنماء. طيب، اهم المعبودات عندهم كان في معبودات كتير جدا. اهم المعبودات عندهم هم 4، ادي 1، ادي 2، 3، 4. دول الاربع معبودات اللي كانوا مشهورين جدا، اللي هم بيقدسوا ظواهر طبيعيه، وبيقدسوا كمان اللي هو الاله على هيئه بشر، وكمان بيقدسوا اللي هي الحاجات اللي فيها نماء وفيها خصب وحاجات كده. طيب، اول معبود عندنا هو الاله ايل، وده كبير المعبودات عندهم. اسمه ايه؟ ايل. ايل يعني الاله ايل هو ده رقم واحد عندهم، ده كبير المعبودات، هو رقم واحد في المعبودات. 2، في الاله اسمه الاله بعل. مرات الاله بعل اسمها الالهه عشتار. وفي اله الاخير اللي هو اسمه اودونيس او اوزون. تعال نشوف كل واحد من دول ايه. الاله ايل ده يا جماعه هو الكبير، كبير المعبودات، وهو صاحب الكلمه الاولى والاخيره في حياه البشر. ده صاحب الكلمه الاولى والاخيره في حياه البشر، ده الكبير يا باشا. حلو. بعل ده كان راجل، هو رب الخصب والنماء. رب الخصب والنماء، خصوبة الأراضي الزراعية أو إن إحنا نعمل تنمية أو نتوسع أو أي حاجة، هو الإله بعل. ندعو للإله بعل. مراته اسمها عشتار، فهي ربة، عشان هي واحدة ست، الخصب والنماء برضه. وقلت لك إن هي مرات مين؟ مرات بعل. طيب، طبعا مستر أودونيس أو أوزون ده الإله الأخير عندهم يا جماعة. وخلي بالك ان كلهم لو انت بصيت كده هم برضو يعتبروا حاجات طبيعيه. طيب مستر، طب ما نراجع بقى الحته دي بتاعت الحياه الدينيه والحياه الاجتماعيه. ماشي. الحياه الدينيه كانوا بيعبدوا الظواهر الطبيعيه، بيصوروا الظواهر دي على هيئه معبودات بشريه، بيقدسوا قوى الخصب والنماء. اهم المعبودات اهو يا عم، ايل هو على راس المعبودات، كبير، صاحب الكلمه الاولى والاخيره في حياه البشر، على حاجه ده. طيب، الاله بعل هو رب، عشان هو ذكر الخصب والنماء، ده اللي اصلح الارض ونشر الرخاء وبينزل المطر، لدرجه ان بعض الكتب بتاعت الجغرافيا في ثانيه ثانوي يقول لك ايه، في زراعه اسمها زراعه بعليه نسبه اله بعل. طيب، في الالهه عشتار وهي ربة الخصب والنماء، زوجة الاله بعل، تشاركه في الاعمال. اودونيس او اوزون ده يا جماعه القوى المتجدده في الشمس بعد هزيمه الشتاء. يعني دي القوى المتجدده، يعني اودونيس ده اللي هو القوى المتجدده. طبعا مستر ماشي، هل في تواصل ديني؟ طبعا يا جماعه احنا كنا بنعبد هنا عشتار وكده. تعال نشوف التواصل الديني بين مصر وفينيقيا. الفينيقيين اتاثروا جدا بالحياه الدينيه بتاعه المصريين، لدرجه ان هم كان عندهم اعتقاد في البعث والخلود زينا، فكانوا بيحطوا الطعام والشراب مع الميت.
كده في 3 شبه بعض، مصر شبه فينيقيا شبه العراق، ال3 كان عندهم اعتقاد في البعث والخلود. اهو عادات الدفن، بيحطوا الطعام والشراب مع المتوفى، ده دليل على تأثرهم بفكرة البعث والخلود. خلي بالك احنا ال3 عندنا بعث وخلود. طيب كمان ان هم صوروا الفينيقيين الصراع ما بين الشر والخير في قصة كده اللي هي قصة الإله بعل، ودي شبه قصة إيزيس وأوزوريس عندنا مع الإله ست. خلي بالك الإله بعل دي شبه بالظبط إيزيس وأوزوريس. إيزيس وأوزوريس يا جماعة كان يقول لك إيه؟ أصل السماء اتجوزت الأرض فخلفت إيزيس وأوزوريس وست وحورس، وبعد كده حصل خناقة، يعني في شر وفي خير، بس في الخير في الآخر بينتصر. قصة الإله بعل اللي شبه إيزيس وأوزوريس هما الاتنين نفس القصة، وده دليل على التأثر، يبقى هما اتأثروا بينا جدا جدا. طيب المعابد، الفينيقيين بنوا معابد كتير، وكانت المعابد في الاول بسيطه بس اتطورت مع مرور الزمن. ثانيه واحده بقى، فين الحياه الاجتماعيه؟ الحياه الاجتماعيه الطبقه العليا هم التجار الاغنياء سيطروا على الحكم، وزراء نبلاء كبار كهنه تجار اغنياء. الطبقه الوسطى اصحاب المهن والصناعات والموظفين. طبقه دنيا خدم وعبيد. طيب احنا كده شرحنا لحد دلوقتي 3 حاجات. اودونيس ده يا جماعه احنا قلنا ايه؟ قلنا اللي هو ايه؟ الطاقه المتجدده للشمس بعد هزيمه الشتاء. التواصل يا جماعه اهو هكتبه لك عشان برضو ايه ما كتبتوش، التواصل الديني بين مصر وفينيقيا. الفينيقيين عندهم اعتقاد في البعث والخلود زينا بالظبط. 2 عشان كده هم كانوا بيحطوا الحاجات مع الميت يعني. 2 تاني حاجه ان هم عندهم قصه شبه قصه ايزيس واوزوريس، قصه الاله بعل التي تشبه إلى حد كبير قصة إيزيس وأوزوريس. المعابد عندهم كانت بسيطة في بداية الأمر، وبعد كده طوروها واحدة واحدة. خلي بالك احنا كده خلصنا الدين وخلصنا الحياة الاجتماعية، بس لو تاخد بالك ان الإله بعل والإله عشتار هو رب الخصب والنماء، وده دليل على تأثر المعبودات بتاعتهم بالطابع الاقتصادي، لان الاله بعل ده هو اللي بينزل الامطار، يعني هو مرتبط بحرفه الزراعه، لان الزراعه عندهم قليله جدا وكانت بتعتمد على مياه الامطار. زي ما قلت لك الطبيعه بتاعتهم جبليه، فعلشان كده هي مرتبطه بالطابع الاقتصادي اكتر. طيب اخر حاجات هنشرحها اللي هي الحياه الثقافيه والفكريه. بصوا يا ولاد، انا لما اجي اتكلم على الحياه الثقافيه والفكريه انا هقول كلمه واحده بس، الكتابه بتاعتهم. الكتابه دي مهمه جدا. لما نيجي نتكلم على الحياة الثقافية والفكرية هنتكلم على الكتابة. أولا يا جماعة الشعب بتاع فينيقيا عمل أول أبجدية مكونة من 22 حرف، يعني هم عملوا أول أبجدية، يعني معنى كده إن هم اتعلموا الكتابة. الكتابة بتاعتهم هم 22 حرف كانوا بيجمعوهم كده عشان يعملوا كلمة. حلو جدا. الأبجدية دي هم اخترعوها ليه؟ يعني الفكرة نفسها، هو أنت يا ابني عملت أبجدية ليه؟ قال لك هم عملوا أبجدية علشان يسهلوا تسجيل يسجلوا ما يبيعونه وما يشتروه. اللي بيبيعوه بيشتروه، يعني احنا بنبيع ايه وبنشتري ايه. يعني معنى كده اختراعهم للكتابة او للابجديه مرتبط بالنواحي الاقتصاديه. يعني هو خلي بالك هم عملوا كده علشان بس الاقتصاد. تعالى اوريها لك، بص في الملزمه انا فاهمك، بس الكتابه دي عشان ما تجيش سؤال يجي يقول لك ايه طب الحياه الثقافيه والفكريه. بص يا اولاد، اسباب نشاه الكتابه: دعت حاجه الفينيقيين الى ابتكار وسيله سريعه علشان يسجلوا بيه اللي بيبيعوه بيشتروه. يبقى هم بدأوا يعملوا أول أبجدية علشان هم عايزين يسجلوا اللي بيبيعوه واللي بيشتروه. يعني معنى كده اختراعهم للأبجدية مرتبط بنواحي، اكتب بنواحي اقتصادية.
فعملوا اول ابجديه مكونه من كام حرف؟ 22. طيب هم واخدين اصلا ال 22 حرف منين؟ من الكتابه المصريه القديمه، وده دليل على التواصل ما بيننا وما بينهم. يعني هم غشوا مننا وخدوا الحروف شبه الحروف بتاعتنا كده وبداوا ان هم يطوروا فيها. حلو؟ يبقى هم 22 حرف اقتصبوا او اقتبسوها من الكتابه المصريه القديمه، وكانت اول ابجديه عرفها العالم في القرن ال 14 قبل الميلاد. طيب بعد كده اول ما الفينيقيين بداوا ان هم يعملوا اول ابجديه، مين اللي خدها منهم؟ الاغريق. خدوا ال 22 حرف وبداوا يطوروا عليها، وبعد كده جه الرومان راحوا واخدين ال 22 حرف وبداوا يطوروا عليها. بعد كده بدا التطوير يزيد يزيد لدرجه ان هي دي نفس الحروف اللي تستخدم في اوروبا حاليا. ياه، يعني الاغريق هم اللي خدوا الابجديه دي من الفينيقيين بعد ما هم عدلوا فيها، وبعد كده ادوها للرومان اللي هم نشروها في بقايا الاقطار الاوروبيه، ومنها خرجت الابجديه الاوروبيه الحديثه. وخلي بالك ان الابجديه الفينيقيه دي يا جماعه السبب يرجع اليها الفضل في نشر الوعي والثقافه. طب ايه التواصل الثقافي؟ بص يا اولاد، يبقى انا عرفت كده، هو كده المعلومه الوحيده اللي انا محتاجها هنا ان هو اختراعهم للابجديه دي مرتبط بنواحي اقتصاديه عشان يسجلوا اللي بيبيعوه بيشتروه بس. مين اللي خد الابجديه؟ هم خدوها من مصر عدلوا عليها، بعد كده الاغريق خدوها عدلوا عليها وادوها للرومان، والرومان نشروها في الاقطار الاوروبيه. طيب ايه التواصل الثقافي ما بيننا؟ خلي بالك مدينه جبيل كانت مدينه فيها جاليه مصريه كبيره جدا. يعني مدينه جبيل دي اكنها مدينه مصريه حرفيا. ليه؟ كان فيها جاليه مصريه من التجار قاعدين هناك، كانوا بينشروا الثقافه المصريه. ولسه قايل لك في اول الحصه ان في مدينه جبيل لقينا تماثيل، لقينا اسامي فراعنه مكتوبه على الحجاره، فكده كده هي مدينه جبيل دي دليل على التواصل. طيب كمان كان الحكام بيكتبوا اساميهم بالهيروغليفيه، وخدوا كمان الكتابه دي شعار ليهم، يعني الشعار بتاعهم كان ذات طابع مصري. يبقى خلي بالك ان في دليل على التواصل، ان مدينه جبيل هي اكتر المدن اللي فيه تواصل ما بيننا وما بينهم. قلنا كمان ان فيها جاليه مصريه كبيره جدا جدا بداوا ينشروا ثقافتهم هناك. كمان الملوك هناك كانوا بيكتبوا اساميهم بالهيروغليفيه، وكان كمان الشعار بتاعهم طابع مصري. طيب الحياه الفنيه، بصوا يا اولاد، العماره. اولا الفينيقيين كانوا مشهورين جدا بالقلاع والحصون والاسوار. طيب ايه الدليل؟ هم كانوا بيحبوا جدا يعملوا قلاع واسوار حصينه. اكبر دليل ان الملك نبوخذ نصر الثاني ملك الدوله البابليه الحديثه لما حب يخش فينيقيا معرفش بسبب الاسوار المنيعه. يعني معنى كده ان هم كانوا مهتمين بالاسوار والقلاع في العماره، يعني العماره عندهم متقدمه. ده اعظم ما عرفه العالم القديم. الدليل الصعوبه اللي وجدها الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني في احتلال فينيقيا في القرن السادس بسبب الاسوار بتاعت المدينه. طب ايه كمان؟ استنى، ده هم عملوا حاجه تانية جامده جدا اللي هو القصور. عملوا قصور كتيره جدا. في قصر لقوه في مدينه اوغاريت، القصر ده يا جماعه كان مزين بالفضه. يا جماعه ده دليل ان هم وصلوا لمرحله، ده انا عامل لك قصر بعض الاعمده بتاعته معموله من الفضه يا اخي. يعني يا مستر في قصر ضخم زينت اعمدته بالفضه عثر عليها في مدينه اوغاريت. حتى المعابد، معابد يا جماعه البقايا بتاعتها ان المهندسين قدروا ان هم يستخدموا كتل كبيره من الاحجار عشان يعملوا معبد. طب يا مستر ماشي، سؤال يا مستر، الفنون يعني كده العماره كانوا مهتمين بالقلاع والاسوار. اكبر دليل ان نبوخذ نصر الثاني حاول يخش فينيقيا ما عرفش في القرن السادس، ده دليل. اتنين، قصور كانوا عاملين قصور مزينه مزخرفه نظيفه جدا جدا زي القصر اللي لقوه في مدينه اوغاريت مزين بالفضه. حتى المعابد كان دليل ان المهندسين عندهم متقدمين جدا. طب الفنون كانوا متقدمين في فن النقش والنحت، وده دليل عليه التوابيت اللي لقوها. كمان كانوا بيصنعوا الحلي والعقود والخواتم والاقراط والاساور من الذهب والفضه. طيب فاضل حاجه واحده بس انا ما شرحتهاش هنا، اللي هي الحياه السياسيه والعسكريه. انا سايبها لك في الاخر عشان فيها ربطات كتير جدا.
فانا قلت اسيبها في الاخر نختم بيها الحصه بتاعتنا. بصوا يا اولاد، الحياه السياسيه والحياه العسكريه. اولا مدن فينيقيا كانت عامله بالظبط زي العراق، ما كانش عندهم وحده سياسيه، لان كل مدينه بتدور على مصلحتها. انا يا باشا عامل مدينه وقاعد فيها، ماليش دعوه بالمدينه اللي جنبي. هم مش عايزين نعمل وحده سياسيه، خلينا كده مع نفسنا. يعني يا مستر، كانت المدن الفينيقيه الشرقيه دي من الناحيه السياسيه مستقله، يبقى المدن مستقله شبه العراق بالظبط، لان العراق كانت كده دويلات مستقله، دويلات المدن مستقله، كل مدينه مستقله بنفسها، وكان التنافس ما بينهم. علشان كده ما عملوش وحده سياسيه واحده. تتشابه الدوله السومريه مع الحضاره الفينيقيه في عدم وجود وحده سياسيه. تمام. رغم ان هم اهتموا بالنواحي الاقتصاديه كتير جدا، ولكن كانوا بيفضلوا الامان والاستقرار، كل واحد ماسك مدينته وهو يا باشا بيهتم بالجوانب الاقتصاديه بتاعته، لكن وحده سياسيه نو، لان هم كانوا معتزين جدا بحته المصالح الشخصيه بتاعتهم. طب يا مستر ماشي، نظام الحكم. نظام الحكم عندهم كان نظام ديمقراطي، والنظام الديمقراطي بيسمح للشعب ببعض الحقوق، فكان نظام ديمقراطي. طب النظام الديمقراطي ده كان ايه؟ كان كل مدينة فيها حكومة، كل مدينة فيها حكومة، رئيس الحكومة هو الحاكم أو الملك، وكان بيحكمها بالوراثة مش بالانتخابات. يبقى كان نظام الحكم عندهم ديمقراطي، كل مدينة عندها حكومة، الحكومة مكونة من رقم واحد الملك. الملك كان بيجي بالوراثة. بس بص هنا الديمقراطية بقى، هتقول يا مستر ديمقراطية زي ما الشعب كده ما بيختارش. استنى، كانوا مخليين الملك عندهم سلطته مقيدة مش مطلقة، يعني مش الملك يعمل اللي هو عايزه، سلطته كان مقيدينها، يعني ليك حاجات تعملها وفي حاجات ما تعملهاش. يعني يا مستر كانت سلطته مقيدة؟ اه طبعا. مين اللي مقيده بقى؟ المجالس اللي انا هقول لك عليها. مجلس اسمه مجلس شيوخ، وده هيئة من المشرعين اللي بيحطوا القوانين. مجلس اسمه مجلس نواب، وده كان من الأغنياء والكهنة اللي هم رجال الدين اللي كان ليهم دور في إدارة الحكم. بص التقسيمة اهي، كان معاك مجلس شيوخ، دول بيشرعوا قوانين، يعني دول سلطة تشريعية طبعا غير حمورابي خالص. مجلس نواب دول من الأغنياء. كمان الكهنة وهم رجال الدين وكانوا بيديروا الحكم مع الملك، علشان كده هم كانوا في الطبقة العليا مع التجار. طبقة عليا عشان بيحكم. يبقى خلي بالك ان نظام الحكم كان نظام ديمقراطي، كل مدينة ليها حكومة، الحاكم الملك كان بيجي بالوراثة بس سلطته مقيدة، لان هو مش بيخش في السلطة التشريعية، ما يقدرش، لان كان معاه هيئة من المشرعين اسمهم مجلس الشيوخ، مجلس شيوخ، وكمان معاه مجلس نواب، وكمان معاه الكهنة اللي هم بيديروا الحكم معاه. بس بعض المدن عرفت النظام الجمهوري زي قرطاجة. قرطاجة يا جماعة كان نظامها نظام جمهوري، حتى استمرت كده في عصر الرومان عادي. طيب احتلال فينيقيا، احنا قلنا يا جماعة احتلالها خلاص قلناه. تعال ناخد التواصل السياسي والعسكري. مصريين القدماء زمان كانوا عايزين ياخدوا سوريا ولبنان ونخليها وحدة واحدة، مش عشان نستغل ثروات البلاد اللي عندها. يعني احنا فكرنا زمان ان احنا نروح نحتل سوريا ولبنان. طب عشان ناخد الثروات، علشان نأمن المجال الحيوي بتاعنا. كل الغزاة كانوا بيجوا لنا من شمال شرق مصر، من ناحية سوريا ولبنان وفلسطين، فاحنا عايزين ناخدها عشان ما حدش يهجم علينا من الحتة دي بصراحة. يبقى احنا مش جايين ناخد الثروات، ولكن تمثل خط الدفاع الاول عن الحدود المصرية اللي هي الحدود الشمالية الشرقية. ممكن يقول لك أول محاولات السيطرة على فينيقيا كانت من مصريين. طب تاني محاولة العراق، نبوخذ نصر الثاني، بعد كده الإسكندر، بعد كده السلوقيون،
بعد كده الرومان، بعد كده الفتح الاسلامي. يعني المصريين هم رقم واحد، لان المصريين كنا عايزين ناخدها مش عشان الثروات، عشان نأمن بس حدودنا. طب يا مستر ماشي، عشان كده بعتنا حملات عسكريه. افتكر الترم الاولاني رمسيس الثاني وتحتمس، تعالى ما احنا الحاجات دي مكتوبه كلها. طيب الفينيقيين عشان اذكياء عملوا حصون كتير جدا. في عهد تحتمس في الاسره ال 18 الفينيقيين دول وقفوا كتف بكتف كده مع المصريين في معركه مجدو للقضاء على اعداء الملك. يعني في عهد تحتمس المصريين والفينيقيين وقفوا مع بعض علشان نقضي على اعداء الملك في معركه مجدو. في عهد رمسيس الثاني في الاسره 19 احنا بقى لينا نفوذ هناك في سوريا، لما يا جماعه انتصرنا على امير او انتصرنا على الحيثيين في معركه قادش. يعني يا مستر لما الملك رمسيس الثاني قضى على ملك الحيثيين وقدرنا ان احنا نسيطر عليها، عشان كده في علاقه جامده جدا ما بيننا. يبقى خلي بالك تحتمس ورمسيس في عصر الدوله الحديثه، يعني اكتر علاقات عسكريه كانت في عصر الدوله الحديثه تحتمس ورمسيس، لان تحتمس الثالث ده احنا خدنا فينيقيين، تعالوا اقفوا معانا يا رجاله، تمام، في معركه مجدو. طب في عهد رمسيس احنا انتصرنا على الحيثيين في معركه اسمها معركه قادش، تمام، على الحيثيين دول. طيب في حاجه بقى هنا مهمه جدا جدا، هو احنا واخدينها طمع؟ لا مش طمع. امال واخدينها ليه؟ واخدينها عشان نامن حدودنا، علشان يا جماعه كل المشاكل بتيجي من هناك. طب الملكين اللي هم اهتموا يعني بتامين حدودنا الشماليه الشرقيه كان في عصر الدوله الحديثه. خلي بالك من المعلومه دي، تمام كده يا اولاد. الحمد لله احنا خلصنا الدرس، فاضل بس الحل عليه. حضرتك انا بنزل التقييمات اسبوعيا، بنزل الواجب على المنصه، ممكن تخش دلوقتي تشوفه عشان ربنا يكرمك وتلاقي الدرس اسهل واسهل. نشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الجمعه. السلام عليكم.